السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شمس النهارده قال لي يا ماما انا عايز اكل ديك بلدي. قلت له بس كده يا حبيبي من عينيا. رحت عند الفرارجي عشان اجيب الديك وكده. جبت الديك اللي انتوا شايفينه ده وقلت له هعمله لك بطريقة النهارده غير اي مرة. جبت الديك وغسلته كويس وقلت هعمله تتبيلة بصل وطماطم وشطة، وهضربهم في الخلاط وهحط التوابل بتاعتهم: ملح، فلفل اسود، بهارات فراخ، بهارات مشكلة، بابريكا، كمون. وهضربهم في الخلاط وكده وهتبل بيهم الديك زي ما انتوا شايفين. وبعد كده في حلة هنزل بشوية من الزيت وهشوح الديك بتاعي كويس كده. هشوحه على الجنب ده وعلى الجنب ده شوية كده. ما ننساش نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وبعد كده هضيف بقى دي اسمها حاجات الشوربة: ورق لورا وحبهان وطماطمية وقرن شطة بارد وبصلاية متقطع. كل ده متقطع قطع يعني زي ما انتوا شايفينها كده في الفيديو. هقلبهم مع بعض شوية وبعد كده هكون غالية المية تكون مغلية، ما تكونش من حنفية، تكون مغلية. هغليها وهنزل بيها على الديك وهسيبهم لحد ما الديك يستوي كده. الطريقة دي خلت الديك طعمه تحفة. ونسيت اقول لكم اني سبت الديك في التتبيلة شوية، يعني ساعتين كده في التتبيلة. وبعد كده دخلته الفرن، بس قبل ما ادخله الفرن جبت صلصة وحطيتها على الديك من فوق كده عشان ياخد الوش اللي انتوا شايفينه ده. وهدخلها الفرن وهدخل الديك الفرن ياخد اللون ده. شايفين شكله عامل ازاي؟ والطعم كان تحفة بجد. اعملوه بالطريقة ديت هتحبوه جدا. استنوني الفيديو جديد والسلام عليكم.